يوفقنا وإياكم بتوبة نصوحة يزكينا بها جسما وقلبا وقالبا وروحا. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita bertaubat dengan taubatan nasuha yang bisa mensucikan jiwa raga kita. ويوفقنا لما يرضيه عنا ويجنبنا كل ما يسقطه عنا. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik kepada kita untuk kita berbuat yang membuat Allah ridha kepada kita dan jauh kita dari segala perbuatan yang membuat Allah benci kepada kita. ويبارك في هذا المجلس ويبارك في الحاضرين والحاضرات ويجعلهم من الخيرين والخيرات ويحشرنا وإياكم في زمرة سيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم. Dan semoga juga Allah memberkahi majelis ini dan semua yang hadir maupun hadirin ataupun hadirat, dan semoga kelak kita juga dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا نصرف وإياكم من هذا المجلس المبارك إلا بتجديد توبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى عسى أن نبدل تلك السيئات الماضيات بحسنات جديدات فيرفع الله عنا الأذيات والبليات والفيروسات. Semoga tidak kita beranjak dari tempat ini kecuali kita telah memperbarui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya insyaallah segala kesalahan-kesalahan kita di masa lalu diubah menjadi aneka ragam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkatnya juga Allah Subhanahu wa taala angkat segala malapetaka, musibah, bala, wabah dan aneka ragam virus yang telah menimpa kita. ويصلح لنا ولكم الأولاد والبنات والزوجات يجعلهم صالحات طائعات عابدات لله رب البريات، ولا ننصرف وإياكم إلا وقد أكرمنا الله بقضاء الحاجات. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan, memuliakan pada kita semua dengan menganugerahkan keluarga dari istri, anak yang saleh dan salehat, yang rajin ibadat, yang taat kepada Allah, yang jauh daripada maksiat. اللهم يا من وفقه الخير وأعنهم عليه ووفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي وأعزنا بالطاعات ولا تذلنا بالمعاصي والمخالفات بجاه نبيك محمد سيد السادات. اجعلنا في حصن حصين من جميع الأذيات والحمد المكين من الذنوب والخطيئات، وارفع ما نزل بالمسلمين من بلاء ووباء وفيروسات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
ربنا أدركنا برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا صلى الله عليه وآله وسلم. حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بعد إن شاء الله تعالى من الآمنين. ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. اللهم احينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت علمها في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا واصلح بها قلوبنا واصلح بها قوالبنا وارحم بها موتانا واصلح بها أولادنا واصلح بها نساءنا واصلح بها أحوالنا يا رب العالمين. يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واصلح قلوبنا واصلح نياتنا ومقاصدنا يا رب العالمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ارحمنا 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 والمحبين والحاضرين والغائبين والناظرين يا رب العالمين بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم. ارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك والطف بنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف بلطفك الذي وسع أهل السماوات والأرض. الطف بنا بلطفك الخفي الذي من لطفت به كفي. الطف بنا بلطفك الخفي الخفي الخفي. إنك قلت وقولك الحق الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا الله يا عزيز يا جبار يا حليم يا ستار يا رؤوف يا غفار اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية الشباب لأخينا سعيد القدري مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين وأن الله يحيينا ويعبد إحسانا ومنزلنا العبد المتعامل ويرفع ما نزل بنا من أمراض وشكية وملية الطاهرات والباطنات بجاه النبي وآل النبي بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إن صحت الإجازة فقد أجزناكم بهذه الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم المواظب عليها يموت على حسن الخاتمة إن شاء الله 100 مرة ليلة الجمعة و10 مرات في بقية الليال وهي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. فأجزناكم
في قراءة الولد الرتيب للإمام الحداد والراتب الشهير للإمام الحداد. وإن صحت الإجازة عن سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني فقد أجزناكم في صلوات بشائر الخيرات إن شاء الله لقضاء الحاجات ورفع البليات والفيروسات. إن صحت الإجازة فقد أجزناكم فيما ذكرنا وفي اسم الله اللطيف 129 مرة صباحا و129 مرة مساء، وفي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 70 مرة في الصباح و70 مرة في المساء لرفع البليات والفيروسات وحفظ وأمان من جميع الفيروسات والأذيات والبليات عنا وعن أهلنا وعن قراباتنا وعن أحبابنا. إن صحت الإجازة فقد أجزناكم فيما ذكرنا. Qabiltul ijazah. Habib telah mengijazahkan kepada kita beraneka ragam zikir dan wirid, salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga Ratibul Haddad, Ratibul Aqwas, dan pembacaan Ya Latif 129 kali, dan juga Hasbunallah wa ni'mal 129 kali pagi dan sore hari Ya Latif. Kemudian Hasbunallah wa ni'mal wakil, Ni'mal maula wa ni'mal nasir 70 kali pagi dan sore. Dan juga salawat Basyairul Khairat, dan juga salawat Basyairul Khairat. Jadi ada dua salawat. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi Al-Habibil Mahbub Al-Alil Qadar Al-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dan nanti kalau nggak hafal tanya sama Habib Ali. Ya. Yang kedua, salawat Basyairul Khairat punya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini juga untuk qadail hajat, dan juga dijazakan Wirdul Latif, Ratibul Haddad, Ratibul Aqwas, yang semua kalau diamalkan bahwa kita aman dari penyakit, virus, husnul khotimah, hajat, semuanya insya Allah yang baik-baik dapat. Ya, jadi udah dijazahkan oleh beliau, semuanya terima ijazahnya, insya Allah tinggal diamalkan. Ada yang belum nikah nggak katanya? Ada yang belum nikah nggak? Ada? Oh nggak ada, Beb. Ada yang belum nikah nggak? Oh nggak ada. Yang belum nikah ya silakan nikah kata beliau. Insya Allah amalin salawat-salawat tadi, datang jodohnya. Yang laki yang dapat soleha, perempuan soleh. Dan juga pastinya sekarang di zaman virus corona, ya pandemi, musibah, zikir itu insya Allah bawa kita selamat dari virus-virus itu, dan menjadi sebab Allah angkat tuh virus penyakit dari muka bumi ini. ربنا 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 تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم وجد وتكرم علينا انك انت الجواد الكريم. آمين. يا رؤوف يا رحيم يا حي يا قيوم. آمين. يا الله يا رب يا غوثا يا اكرم الاكرمين يا مدير يا معيد يا مجيد يا حي يا قيوم. آمين. يا معطي بالعطاء لا تبطي. آمين. يا ذا الجلال والإكرام ارحمنا وارحمنا ولا تصرفنا إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية، حاجات الدنيا بالميسر وحاجات الآخرة بالمغفرة برحمة سابقة هنية واحفظ بها البركة والخير والقصد والنية واجعل جميع حاجاتنا مقضية بجاه حبيبك محمد خير البرية. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. وقل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa saya terjemahkan, mudah-mudahan bisa dipahami, dan mohon maaf atas segala
segala kekurangannya. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على